طيب خليني اتكلم معاك بقى عن شويه قصص حزينه. 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 اوكي هتعدل بقى. مطاعم كتيره جدا اه احنا شفناها في العشر سنين اللي فاتوا وال15 سنه اللي فاتوا كسروا الدنيا، اه وبعد كده ضربوا غطس. نزلوا. انهاروا، مش مم. نزلوا عادي، انهاروا. مم. ليه؟ اي بيزنس في الدنيا بيبقى له مده وفتره صلاحيه ولازم يحصل له تجديد. حلو. احنا عندنا زمان اتربينا زمان، طبعا الفكره ده اتغير دلوقتي وبعد ما ظهرت البراندات الكبيره في السوق. عارف انت فكره المطعم اللي قايم على الدرج، الحاج قاعد على الدرج ده ما بيقومش. مفيش حاجه اسمها كوست كنترول، مفيش حاجه اسمها انتيريور ديزاين، مفيش حاجه اسمها الكلام ده. في مطاعم منها ما زالت مستمره وشغاله، زي مثلا محمد احمد في اسكندريه، سنين السنين السنين. زي مثلا في ابو ظبي مطعم مشاوي السلطان، مطعم فوق ال60 سنه شغال. تمام. بس هل المطاعم دي ناخدها كمثال نقول احنا لازم نفتح مطعمنا نفضل 60 سنه من غير